يا مدريدي، كيف أحوالك اليوم؟ متكيف صح؟ بداية العام جديدة على الريلاكس بعد خسارة اليوم أمام ريال مدريد. ريال بيتيس أول خسارة ليه هذا الموسم خارج أرضه، وهنا يبان الفرق. كتولي عندك كيكي فيها انسجام وفيها ربط بين الخط الخلفي والخط الأمامي، هكذا راح تكون النتائج. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل أكثر وأكثر، يلا حط لايك وخلينا نكمل. بصراحة اليوم شفنا استحواذ، شفنا إبداعات فردية، وشفنا أمل بسيط بأن هذا الثلاثي ممكن يقدم حاجة محترمة في خط الوسط. لكن كل امتنان وكل فرحة اليوم كانت من نصيب هذا الولد. يا عيني عليك يا غارسيا، اليوم ما عوضش مبابي، عوض رونالدو نازاريو. أهداف رائعة وبكل مقاييس تؤكد أنك لاعب أساسي مش لاعب دكة تماما. غير غارسيا شفنا بيلينغهام يلعب بوكس تو بوكس حقيقي، أول من يهاجم أول من يدافع، سيطرة على خط الوسط سيطرة شبه تامة، وفاز تقريبا بجميع الصراعات الثنائية. وعودة مستوى كامافينجا حاجة تفرح. كل ما يشارك هذا اللاعب تحس الريال يتوازن شوية وتبعد عنه العشوائيات. وحتى تشواميني كل ما يكون معه كامافينجا تحسه حاضر. ما نقدروش ننساو حق فيني ورودريغو، قدموا المطلوب لولا ردة فعل فيني عند استبداله. صحيح نزل مستوى الفريق في الشوط الثاني بعد تسجيله من الهدف الثالث، وكان هذا عتاب فالفيردي بعد نهاية المباراة. فالفيردي قال أنهم تكاسلوا بعد الهدف الثالث ولازم يصلحوا هذا الأمر. لكن عموما فوز عريض يعطي دفعة معنوية للفريق قبل بداية كأس السوبر الإسباني في السعودية.